الله العظيم سيكفيك شر شهوتك الفياضة ومن النظر إلى الحرام ومن شر وقوعك في الزنا. إذا عملت هذا العمل وطبقت هذه القاعدة وفوضت أمرك لله، قبل أن نبدأ لا تنسى المتابعة والمشاركة، فالدال على الخير كفاعله، وبسم الله نبدأ. وأنت ساجد لله سبحانه وتعالى، وبعد أن تقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، قل اللهم طهر قلبي وحصن فرجي واغفر ذنبي. هذا أولا. الشيء الثاني، عليك أن تبتعد عن أصدقاء السوء في أرض الواقع وفي المواقع، فلا تتابع إلا صالحين ولا تجالس إلا صالحين، وهم سيعينونك بإذن الله رب العالمين. الشيء الثالث، فوض أمرك لله وأحسن به الظن، فمن أحسن الظن بالله وفقه الله. فانطلق معنا في رحلة التعافي والتحرر من ذنوب الخوافي. وإذا أردت أن تنطلق بقوة، أوصيك بكتاب لن تهزمني بعد اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى، سيجعل فيك أو يحدث فيك نقلة نوعية. رابط في البايو أول تعليق. وتذكر دائما أن الدل على الخير كفاعله، فلا تنسى المتابعة والمشاركة، ودمت في رعاية الله وحفظه.